السلام عليكم متابعينا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. انا مي شاهين. النهارده هعمل معاكي رز بشعرية. انا عارفة ان كل متابعيني بيعرفوا يعملوا كل انواع الرز، بس تعالي النهارده في الفيديو ده اوريكي انا بعمله ازاي، وشوفي طريقتي وقولي ايه الاخبار. يا ترى بتعمليه زيي ولا بطريقة تانية مختلفة؟ هيطلع معاكي مفلفل وطعمه تحفة. يلا بينا نبتدي. في حلة على النار هحط معلقة كبيرة سمنة، وهضيف عليهم كوباية شعرية، وهبدأ ان انا اقلبها كويس. والشعرية من الحاجات اللي هي بتتحرق بسرعة او بتحمر بسرعة جدا، زي لسان العصفور وكل انواع المكرونة بنفس الطريقة بتحمر بسرعة جدا. فلازم تبقى ايديكي على طول بتقلبها. هقلب كده على طول علشان تاخد نفس الدرجة. في نفس الوقت ما تلاقيش جزء اتحمر زيادة عن التاني. الرز بالشعرية بيبقى ريحته مميز جدا. تعمليها بقى مع صينية بطاطس، يا سلام، ولا أجمل. بجد حلوة قوي. هتقلبي كده كويس. شايفين بدأت بقى ان هي تغمق شوية او تاخد اللون الذهبي الحلو. انا عن نفسي بعملها لون ذهبي حلو كده، مش بحب خالص البني او الغامق. على طول بقى تنزلي بالمية المغلية. نفس كمية الرز نفس كمية المية. انا بتكلم عن الرز المصري العادي. انا هنا استخدمت 3 كوبايات رز، برضو هستخدم 3 كوبايات مية مغلية. هتظبطي بقى الملح بتاعك. كل كيلو رز عليه معلقة أكل كبيرة ممسوحة، ورشة فلفل أسمر. شوفي بقى ريحته بعد ما تحطي الفلفل الأسمر هيوديكي في حتة تانية خالص. أجيب بقى هنا الرز بتاعي مغسول، مش منقوع خالص، هو بس مغسول ومتصفي كويس. هنزل بقى بالرز بتاعي، وهضيف آخر كوباية مية. أنا ضفت 2 ودلوقتي دي كده التالتة. هقلب بقى كويس وهظبط بقى المية بتاعتي. هزود هنا معلقتين بالظبط. دايما المية بتكون بمقدار عقلة صباع فوق الرز. وغطي بقى على الرز كده وسيبيه يتشرب على نار متوسطة. هياخد معاكي بالظبط دقيقتين. يا سلام بقى على الريحة، ما اقولكيش بجد، يا ريتك معايا. بصي، اهو كده اتشرب كده تمام قوي. انقليه بقى على العين الصغيرة، او وطي النار خالص. هدي خالص جدا النار. هياخد معاكي حوالي ربع ساعة لتلت ساعة، مش اكتر من كده. شوفي بقى هنا بعد ما خلص، بجد بفلفل، ريحته وطعمه جنان، حلو قوي. انا مي شاهين من مطبخ ايزي كيتشن. يا ريت لو عجبك الفيديو سبسكرايب للقناه ولايك في الفيديو، وما تنسيش تقولي في الكومنتس ايه الوصفه اللي انتي عايزاني اعملها لك الفيديو الجاي. ما شاء الله تحفه. قدميه بقى بطريقتك. حطيه بقى في القالب، قدميه في، ممكن كمان تستخدمي الطبق، بلاش القالب الورد ده، ممكن تستخدمي طبق عادي جدا وتحطي برضو فيه